اللحظة اللي قلبك فيها بيتكسر في مليون صفقة بتتم، وفي اللحظة اللي انت مش قادر تقوم فيها من سريرك في آلاف الطيارات بتطير. العالم مش شرير، العالم بس مشغول لدرجة انه مش هيقف لثانية واحدة عشان يسألك هو انت لسه تعبان. اكبر فخ ممكن تقع فيه انك تستنى التعويض من الناس، انك تستنى اللي خذلك انه يحس بوجعك، او ان الحياه تطبطب عليك عشان انت كنت طيب. بس الحقيقه المره اللي لازم تعرفها، محدش هيدفع ثمن سنينك الضايعه من جيبه. الوجع وجعك انت، والوقت وقتك انت، والخساره في النهايه مش بتتحسب غير في دفتر وحدتك. لو قررت انهار وده من حقك انهار، بس خليك دايما عارف ان الفاتوره بتاعتك انت لوحدك. الشركه مش هتعطل علشان جالك اكتئاب، في اسبوع هيبدلوك. اصحابك يزعلوا عليك شويه، يسالوا عليك شويه، بس بعد كده هينزلوا عادي. حتى اللي ظلموك ودخلوك في الدايره اللي انت فيها دي عايشين حياتهم عادي ونايمين دلوقتي في منتهى الراحه والهدوء. محدش خسران غيرك، لانك وقفت في مكانك ومستني ان العالم كله يقف ويواسي وجعك. العالم زي القطر، يا تركبه وتعالج جروحك وانت ماشي، يا تفضل على الرصيف والقطر هيمشي وتفضل انت نقطه في الماضي. الاسوأ اللي في الفيديو ده امانك الوحيد. محتاج انك تقوم وتلملم اللي فاضل منك وتبدا، مش عشان الناس دي تستاهل او ان حياتك وردي. انت الوحيد اللي هتتحاسب وتندم على عمرك اللي عمال يتحرق في الانتظار. العالم مش هيقف لألمك، فالحل انك تتحرك رغم الألم.